بس يعني موقف ميدو الشخصي ايه؟ يعني بص حضرتك ميدو في اولا الاسابيع اللي فاتت بيروح مع الكابتن حسام الفرقه وموجود اللاعب رقم 19 او رقم 20 وبعد كده بيمشي، ده مش حاسس ده ممكن ياثر على ميدو نفسيا؟ بص حضرتك اولا ميدو فعلا لاعب محترف جدا. طبعا. وده من اول يوم بدات اتفاعل معاه وهو في بره يعني. ويمكن دايما ان هو يجي ونادي الزمالك ده في اعتباراته بشكل دايم يعني. فهو دلوقتي يعني بيساعد معانا برضه حضرتك كلنا في اتجاه واحد، ان احنا ازاي تنقل البطاقه، وهو كله عزم معانا يعني، ما فيش مشكله يعني. طب ميدلسبرا طلب 200,000 يورو وانتم ما كنتش عندكم علم بالموضوع ده؟ بص حضرتك انا برضو كويس حضرتك بتسال الاسئله ديت. اولا ميدلسبرا ومعايا الورق متعاون جدا لدرجه ان هو بعت مذكره امبارح للاتحاد الدولي بيطلب فيها بطاقه دوليه زيه زينا بالظبط، وان اللاعب انتقل لمصر ومن حق اللاعب البطاقه الدوليه. دي مذكره من ميدلسبرا، وميدلسبرا ما طلبش فلوس، لان احنا الحمد لله نجحنا من خلال برضو ميدو ان احنا ينقل بلا مقابل. يعني خدت موافقه من ميدلسبرا انه ده العقد الثلاثي، ده العقد الثلاثي، وده جهدنا الحقيقي كان. امال ال 200,000 يورو دول جم منين؟ مفيش. طيب نروح لتقرير بقى للجمهور الزمالك بيقول ايه على ميدو وارجع لك تاني يا دكتور، اتفضل يا فندم. انا شايف كده ميدو اصلا مش هزود لنادي الزمالك اي حاجه، ان ميدو مش في مستواه بصراحه. مش عارفين الاتحاد بيعمل كده ليه، او يعني هو طول عمره ميدو كده يعني. ميدو لاعب كويس، بس المشكله ان الفيفا هو اللي رافض ان هو يخلي ميدو يبعت البطاقه الدوليه للزمالك. والله انا مش شايفه ان ميدو قدم حاجه لنادي الزمالك عشان يرجع لنادي الزمالك. اتمنى ان هو يرجع تاني لنادي الزمالك، يعتبر يبقى ليه وضعه زي الاول. بالنسبه لميدو انا زعلان جدا طبعا ان هو لغايه دلوقتي لسه ما انقضش في نادي الزمالك، بس طبعا ده حاجه غلط جدا يعني. المفروض ان هو يخش بقى وينتظم ويبتدي يتمرن بشكل رسمي بمعنى صح. مشكله كبيره جدا لان حسام حسن لو ما اسعفش في ان ايد ميدو هيخسر كتير جدا، لان ميدو من الناس المحترفين المحترمين جدا. لابد ان نادي الزمالك يجيب البطاقه عشان محتاجين عوده احمد حسام ميدو، وان شاء الله باذن الله هيرجع. دوت اهمال وتخبط من الاداره، وما فيش تنظيم للشؤون الاداريه، وان هم عارفين اجراءاتهم ازاي يستخرجوا البطاقه الدوليه بتاعته، ازاي الاجراءات اللي المفروض تتعمل عشان لعيب المفروض من قبل يناير هم متعاقدين معاه. المفروض كان بدأ معاهم من حوالي شهر من عادات الدوري اللي بدأ دوت. لكن هو طبعا طول عمر نادي الزمالك فيه تخبط في الاجراءات وتخبط في المسائل اللي فيها عمليه، زي موضوع جده ومؤيد معانا والعقد بتاعه سليم ومستلم، في الاخر بيتضح ان في كل واحد بيشتغل في اتجاه. بارك لجمهور نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك ولاعبين نادي الزمالك، والى مزيد من الانتصارات لرفع اسم مصر عاليا في الداخل والخارج. دكتور يعني اسمح لي اسالك سؤال تجاوبنا عليه يعني زي ما انت عايز. يعني ممكن ميدو يلعب امتى وممكن ميدو ما يلعبش ازاي؟ يعني تقول لي يلعب عشان لو حصل 1 2 3 وما يلعبش لو حصل 1 2 3. بص حضرتك يمكن الاسبوع الجاي هتبان الصوره جدا. لا انا 3 احتمالات موجوده. لو ما قبلش التماس بتاع نادي الزمالك بافتراض ده احنا مع لجنه شؤون اللاعبين الاتحاد الدولي يعني. التماس الشخصي لو ما قبلش احنا على طول الكاس، وده في خلال الكاس على طول اللي هو المحكمه الرياضيه الخاصه بشؤون اللاعبين، بنطلب بطاقه دوليه للعب، ده يبان في خلال الاسبوع الجاي كمان. ده الاقصى حاجه قدامنا، وبعدين تبقى الحقيقه واضحه قدامنا قوي يعني احنا قدامنا اسبوع كمان على قصه ميدو. هيكون نادي الزمالك لاعب ماتشين. تمام. في الاسبوعين ده لكل لاعب. بص حضرتك احنا اقول لحضرتك حاجه برضو عايزين نطمن الناس. نطمن لان احنا عندنا دلوقتي الحمد لله يمكن خط الهجوم من اقوى الخطوط اللي تم تنسيقها. انتوا جايبين 32 جول وانتوا اعلى نسبه تهديف. وتم يمكن عشان كمان كابتن حسام يمكن مهاجم في تخطيطنا لبناء الفريق اللي فات، الموسم اللي فات. خط الهجوم عندنا بدأ له كتيره جدا الحمد لله. يعني حضرتك في عندنا بدأنا كان ابو كونيه، جعفر، جبنا عودية بديل لعماد بشكل كان سريع، وعودية اتعمل عليه سكاوتنج كبير جدا قبل ما يجي وجبناه كان بشكل ناجح يعني. وان شاء الله رجوع عمرو زكي، وان شاء الله رجوع ميدو. فبدأ الخط الهجوم عندنا مميز. عشان كده يمكن انا وانا داخل حضرتك اكدت في 32 هدف واقوى هجوم نادي الزمالك.
فيمكن دي منطقه ما فيش فيها قلق شويه يعني المنطقه ديت، لكن نظرا لدعم الفريق للموسم الجاي في مناطق تانية، وده بالاتفاق مع الجهاز الفني يعني. طيب يعني هناك كلام على شيكابالا، وانت راجل مدير التسويق في نادي الزمالك، شيكابالا ماشي ولا قاعد؟ شيكابالا بكام جوه وكام بره؟ هل في ارقام بالنسبه له لو قعد، وفي ارقام بره انتوا طالبينها لو مشي؟ ونادي الزمالك هيستحمل ان شيكابالا بيعتبر هو فارس الرهان زي ما بيقولوا يعني، نادي الزمالك هيستحمل مشيان شيكابالا؟ بص، هو شيكابالا ده يعني موهبه وثروه لمصر ونادي الزمالك يعني. طبعا هو الفتره الحاليه يمكن في تحديد مسار معاه يعني من خلال مجلس الاداره ولجنه شكلت لهذا الموضوع، وفي كلام مع الكابتن شيكابالا على اعتبار ان هو ايه اللي بره، والاولويه ان هو يكون يعني اكمال عقده موجود جوه. فدي يمكن حاجات بيسموها بالانجليزي بايب لاين، يعني تحضيريه ما ينفعش تتقال دلوقتي. ما ينفعش تتقال دلوقتي، بس في تحديد يعني ممكن ناخده احنا كمان يعني. مين انتوا مدن الكوره؟ لا النادي الاهلي. هو زملكاوي جدا. احنا النادي الاهلي، انا عارف هو زملكاوي جدا يعني. انا قابلته في الاتحاد لما رجع ايام المشكله اياها دي بره، وكان لسه بيخلص اجراءاته. قلت له شيكابالا تعالى انا عايزك. قلت له على النادي الاهلي والنادي الاهلي والنادي الاهلي والنادي الاهلي، وانت ما بتاخدوش بطولات وعندكم مشاكل وما عندكوش فلوس. بعد ما خلاص قال لي يا كابتن انا بحب نادي الزمالك. قلت له يا شيكا انا بحييك على الكلام اللي انت قلته. لا يمكن برضه اوضح للراي العام، لما حصل كده شويه حاجات للاعبين، والحمد لله يمكن حضرتك عارف اداريا الامور دي قدرنا بسرعه نستوعبها بشكل نموذجي. بس من اكتر الناس كان يعني ضد الحركه دي وازاي وده ناديكم كان شيكابالا، فهو عنده ولاء وانتماء عالي جدا. اكيد وعنده 12 سنه او 10 سنين باين في النادي يعني. وبيحب بقلبه يعني. طب دكتور يعني قول لي احنا عارفين ان نادي الزمالك من ساعه الاستاذ ممدوح عباس ما مشي في مشاكل ماديه. يعني ازاي قدرتوا تتغلبوا على ده؟ وزي ما سمعنا مجموعه اللعيبه 3 4 اشهر اللعيبه ما بتقبضش. فيعني انا بحسد حسام حسن واللعيبه ان هم في ظل هذه الظروف واللعيبه بتأدي وبتكسب وما زالت متربعه على جدول الدوري العام. هو بس حضرتك في حاجه، هو مش 3 شهور او 4 شهور فعلا يعني. القبض ماشي بعد المكافآت واتصرف. حسام كان معايا هنا مكان حضرتك وقال لي فاضل 5 ايام يبقى 3 شهور. اتحلت دي خلاص. يعني الحاجات دي اتحلت الحمد لله. بس يمكن الضائقه الماليه مش في الزمالك، حضرتك في مصر كلها، في انديه يعني مصر كلها. عارف الظروف. صح. وطبعا مع المجلس والكنترول اللي عامله جدا مجلس الإدارة في المصروفات إلى حد ما، ومحاولة يعني جلب موارد من أي بشكل أو آخر. هو في تغطية المصروفات بقدر الإمكان، لكن طبعا المصروفات ثابتة والدخول قلت علشان حركة السوق. المصروفات هي يعني المصروفات ما زادتش، لكن الدخول هي مش كما هو متوقع، والدنيا كلها قفلت، فبدأ من هنا العجز والاستغاثة. لكن على ورق ونظريا يمكن يعني أنا بتكلم كإدارة من إبريل 2010 اللي هو بداية عملي لغاية إبريل الحالي، متابعة لعقود سارية وإضافة لعقود جديدة وأنشطة تسويقية، يمكن دخل ورقة وقلم حوالي 36 مليون تقريبا يعني في خلال سنة 2010 لغاية، أنا بتكلم كرقم يعني من إبريل السنة اللي فاتت لإبريل، احنا في إبريل يعني ومجزأة لشهر 36 مليون جنيه. أنا بتكلم على دخول وليس مصاريف. يعني مش بتاعتي المصاريف. الدخول ديت يمكن زي ما حضرتك شايف من فترة لتانية بنتغلب، يعني مثلا إيرادات المباريات تذاكر عليت، السيزون تيكت عالي، التي في رايتس أو بيع تلفزيوني بدأنا نبيع لأنشطة أخرى، المعارض الداخلية اللي بدأنا نعمل لها ترويج، اللي هي الأنشطة، مع العلم إن يمكن العقد الساري، أنت عارف حضرتك في حاجة اسمها عقد الرعاية. العقد الساري الحالي اللي احنا كملنا فيه دخول يعني في كل الأنشطة اللي ما تعرفش تفكر فيها تعمل نشاط تاني، وده بينتهي نهاية الموسم الرياضي، نهاية الموسم الرياضي وليس التوقيت. وبنحضر للي جاي، يعني بعمل اهو على أساس ان لما نحضر وكراسة الشروط الناس تستعد، لأن نادي الزمالك براند الحمد لله عالي جدا، وده شعبيته احنا شفناها في الخليج لما خرجنا وشفنا قد ايه الحفاوة وشفنا قد ايه الاسم بينمو وهو نامي أساسا يعني. فطبعا بنحضر لكراسة الشروط اللي هيبدأ طرحها، بالإضافة حتى بعض المشروعات يمكن طرحناها قبل الثورة، لكن ما كملتش قانونيا زي الفان شوب أو محلات نادي الزمالك. احنا فعلا خصصنا من خلال مجلس إدارة محل نادي الزمالك وعملنا له ديزاين
وطرحناه للمزايده، لكن الشكل القانوني كان فيه يعني الطبق بتاع المواصفات عرض واحد، وده مش قانوني، فبالتالي ارجعناه لاعاده تزايد. امر مباشر مع اي حاجه امر مباشر كلبوش على طول. ما هو في الاداره اقول لحضرتك اللي اتعلمناها كلبوش. في حاجه اسمها حوكمه الاداره. حوكمه دي الحوكمه اللي هي كوربريت جفرنر، اللي هي كل حاجه المفروض تبقى في شفافيه وفي اجراءات، فغير كده بتبقى في مشكله يعني. فطبعا هو ده مع بس انا عايز اقول لك حاجه يا دكتور، انت عارف في ناس بتتزاكى في هذه الموضوع، عرض من هنا وعرض من هنا ومشي الامور وخلصت الليله. عايز اديها لسين هديها لسين، عايز اديها لصاد هديها لصاد. هو يمكن في حاجه اقول لحضرتك مثال، وبنادي بقى المجلس القومي وانا قاعد مع حضرتك هنا على حاجه مهمه جدا. في القانون الهيئات ان اتاحه بند من البنود اتاحه للمؤسسات الرياضيه تستثمر جزء من اموالها لاعاده تدويرها واعاده دخل يعني اللي موجود في بعض المشروعات. زي عملنا مشروع موبايل نادي الزمالك، في نهج طبعا المجلس ده نهج محترم جدا، ان احنا المشروعات اللي هيكون فيها استثمار بنبعت موافقه الجهه الاداريه المجلس القومي. فاحنا بعتنا فعلا من فتره قبل الثوره وحاليا على مشروع موبايل نادي الزمالك. المفروض يجي لنا الرد فيه فعلا مره واثنين، وبعتنا ناس والى اخره، يجي لي الرد عشان ابدا، لان الجهه اللي اخذت التعاقد طالبه ان انا اخد جواب الموافقه من الجهه الاداريه علشان هي بتدي للمشغلين. فده مش عارف اجيب الجواب ده عشان انمي يعني. ده بيقلل لي او بيقلل من المدخلات بتاعته. ده رقم احنا متوقعينه كبير جدا. ده انت بينكم 40 متر. ال 40 متر دول بنعتبرهم مثلا يعني رايح جاي. فبس بنادي من هنا ان هو يسرعوا لنا دوت، او المسؤول ان هو يسرع ده يعني بشكل اخر. وبعتنا لان انا يعني انت عارف حضرتك الاصل كمان ابعت جواب اقول 15 يوم ما جاش رد يبقى انا موافق وانا هشتغل. بس يعني لا برضو عايزين نبقى الامور لان ده بيعوق، واحنا عايزين اي حاجه ممكن يبقى فيها كرنس يعني يبقى فيها دخول بشكل سريع يعني. طب خليني يعني كلمنا على شيكابالا عشان نشوف احنا هناخده ازاي يعني. شيكابالا لن يترك من نادي الزمالك، ده بس القاعده، لكن الاحتراف الخارجي وان هو يعني هو نفسه يعني عارف ان هو لما يخرج لازم يفيد نادي الزمالك. طب العروض اللي جات لشيكابالا ايه يا دكتور؟ هو في بعض العروض يمكن فتره سابقه وكلموه مباشره. والعروض دي انديه ولا سماسره؟ في حد مثلا من المانيا كان يتكلم من فتره وقال بيمثل نادي، قلنا ابعت بشكل مباشر. انا بتكلم بعد اندلخت واللي حصل اندلخت، ابعت بشكل مباشر وعرض على مجلس الاداره. بعتنا رقم ما جالناش الرد على الرقم دوت يعني. فلما بيجي حاجه ممكن تقول الرقم كام ولا صعب؟ يعني بلاش اقول، يمكن مش من سلطاتي ان انا اقوله. بس يعني هو يعني كابتن زي شيكابالا لا يقل عن 5 مليون يورو يعني. بتكلم لو بعمل ده نفس الرقم اللي كان طالبه الاستاذ ممدوح عباس. ما هو لا يقل يعني. هو كان جايب 3 أو 4 على ما اعتقد، كان وصل ل4 وصل 2 يعني. اللي جه فعلي كان 2 في الفتره دي او 2.5 في الفتره ديت يعني. خلي بالك برضه يا دكتور، اللاعب المصري ليس له وجود في الخارج يعني مالناش وجود يحسبهم كده على ايدك. هو لغايه دلوقتي سيبك من تركيا وسيبك مش عارف من ايه، اعتقد ما بقاش في حد. بص لو انا بقسم الموضوع ده في انديه وسيطه وبعدين انديه مطلقه. معلش المصطلح يعني. قول لي بس اشرح لي. لا الانديه الوسيطه ان في انديه هي بتكسب من الموضوع ده، فبتيجي على المناطق عندها موهوبين زي مصر، فبتاخد اللاعب الموهوب تاخده تصرف عليه شويه وتشاركه في دوري اوروبا وبعدين تعمل له اعاده بيع. زي نادي وسيط. هو مش سمسار، هو بيعمل يعني استثمار رياضي. بلجيكا كلها كده، زي بلجيكا كلها حضرتك. بعض الانديه التركيه بعض الانديه التركيه فاحنا لسه في المحطه دي. بعض الاستثناءات اللي حصلت زي محطات لغايه كابتن ميدو او عمرو زكي اللي هي دخل مثلا على البريمير ليج او الدوري الانجليزي مباشره يعني. اخد بال حضرتك؟ فطبعا يمكن شيكابالا من النوع اللي انا مستخسره يروح للانديه الوسيطه. ده ما ينفعش. اخد بالك؟ فالانديه بتعمل حاجه يمكن احنا برضو بدانا عندنا في الاداره اسمها سكاوتنج يعني استكشاف. كان ليا تجربه في طارق السعيد في اول احتكاك زمان وانا مدير العلاقات العامه. اللي جه وبيتكلم حد معاه مستندات كبيره جدا عن طارق السعيد لو حضرتك تفتكر، قال انا مدير استكشاف في نادي اندلخت، وكانت حاجه احنا كسبنا منه في الفتره دي. في العلاقات العامه ما كانش في اداره تسويق معينه. وعندنا بنقول 1 2 3 4 بدا يفاوض، لكن عنده كل حاجه خاصه باللعب. وده اللي حصل يمكن مع شيكابالا في استهداف يعني. هم عارفين جايين ومنقيين، فده بيبقى افضل حاجه لبيع اللاعب ان في حد مستهدفه للبيع. الوسطاء بقى طبعا بيبقوا يعني هي مستفيدين صفه خاصه اللي مش ايجنت رسمي، وده بيبقى خساره علينا احنا كنادي الزمالك يعني اللي انت مش عايز تقول ارقام في شيكابالا. طب لو هيتجدد معاه هتقول له ارقام برضه؟ او سمعت اخر رقم ان شيكابالا عايز مش عارف 32 مليون او 31 مليون في 3 سنين او 4 سنين.
الارقام دي مظبوطه؟ بص حضرتك، هو شيكابالا لو هقيمه بفلوس يقيم باكتر من كده بكتير. يعني ده من حيث المبدا يعني. بس هو يعني الفتره الصغيره دي بتحدد حاجات كتير بالنسبه لينا مع شيكابالا يعني. دلوقتي من حق شيكابالا يا دكتور انه يتعاقد مع اي حد،